من كام يوم كنت قريت كومنت، كان في بنوته بتسال ازاي اهتم ببشرتي وابدا ازاي. الحقيقه ان انا وقفت عند الكومنت ده. ولو اول مره تعرفيني، انا نيره، وهنا بنتكلم عن الميك اب والسكين كير واي حاجه تخص البنات، اي مواضيع انا حابه اتكلم فيها. فلو حابه تتابعيني اعملي لي لايك وسبسكرايب للقناه علشان تشوفي فيديوهات تانية جديده. ويلا تعالي نكمل الفيديو. الحقيقه ان انا وقفت عند الكومنت ده شويه لان ساعتها فكرني بنفسي زمان لما كنت بدخل الصيدليه وكنت بتوه وسط المنتجات الكتير اللي بتكون نازله والترندات اللي بتكون موجوده. وساعتها كنت بدخل الصيدليه اقف مش بسمع حاجه غير الصوت ده، اللي هو انا واقفه مش عارفه انا بعمل ايه ومش عارفه هشتري ايه وايه المناسب لبشرتي وايه اللي مش مناسب ليها. انا حطيت نفسي مكان البنت دي وافتكرت ساعتها نفسي زمان، وقررت اعمل الفيديو ده علشان اقولك لو انتي اول مره تهتمي ببشرتك ومش عارفه تهتمي بيها ازاي، ففي الفيديو ده هيعرفك ازاي تبداي تهتمي ببشرتك. لان انا فعلا كنت بقف ببقى مش عارفه يا ترى اختار سيرم، اختار كريم، اختار غسول، اختار ايه المناسب اصلا لوشي، ولو اخترت الغسول ده هيكون مناسب فعلا لوشي ولا لا. حاجات كتير جدا كانت فعلا بتبقى صعبة عليا ومش عارفة هل لو اخترت الغسول او الكريم المرطب ده هل فعلا هيطلع لي حبوب، ولا في حاجات كتير جدا مع بداية رحلة السكين كير انا فعلا ما كنتش عارفة. ففي الفيديو ده انا جاي اعرفك ازاي تهتمي ببشرتك. واول خطوة ولازم انتي تعمليها هي ان انتي تحددي نوع بشرتك. ازاي تعرفي نوع بشرتك؟ في الاول ان انتي تغسلي وشك من غير غسول ومن غير اي حاجة، تغسليه بمية بس. وبعد كده هتسيبي وشك ينشف، ومش بمنديل، مش هتنشفي وشك بمنديل. هتدخلي في الأوضة من غير مروحة، من غير تكييف، من غير أي حاجة، وهتقعدي في الأوضة شوية كده، نص ساعة مثلا. وبعد كده هتلاقي بشرتك لقيتيها عملت دهون في البشرة كلها، فانت كده طبعا بشرتك دهنية بحت. اما بقى لو بشرتك عملت دهون ناحية التي زون، الجزء ده طبعا انت كده بشرتك مختلطة. لو بشرتك ما طلعتش اي حاجة والمنديل فاضي تماما، انت كده طبعا جاف. ندخل بقى على الروتين الاساسي وهو المثلث السحري اللي انا دايما بسميه المثلث السحري. وليه المثلث السحري؟ لان انت دول اللي هتحتاجيهم مع بداية اهتمامك ببشرتك، وهي الغسول والمرطب والسكان سكرين. الثلاثة دول ما ينفعش يكونوا مش في الروتين بتاعك. الغسول طبعا وهو اللي احنا بنستخدمه وبنعتمد عليه في ان احنا نغسل بشرتنا من الاتربة، من الدهون، من طبعا بقايا الميك اب. لو انت بتحطي ميك اب الغسول لا غنى عنه. بناء على الغسول اللي انت هتستخدميه وهتختاريه هو بناء على الخطوة الأولانية اللي احنا اوريدي قلنا لازم تحددي نوع بشرتك. عرفتي ليه لازم تحددي نوع البشرة؟ هتجيبي الغسول بناء على نوع بشرتك. لو هي جافة فهتختاري الغسول للبشرات الجافة، لو مختلطة هتختاري غسول للبشرات المختلطة، وكذلك الدهنية. طبعا مرحلة المرطب نفس الغسول اللي انت هتجيبيه بناء على نوع بشرتك اللي احنا حددناها في الخطوة الأولانية، وهي على حسب نوع بشرتك. الكريمات للبشرة الجافة بتكون أتقل شوية وبتكون ملمسها تقيل شوية لأن البشرة بتكون جافة ومحتاجة ترطيب أكتر. أما الدهنية فدي بتكون خفيفة وعبارة عن الجل أو قوام أصلا الكريم بيكون عبارة عن قوام مية كده، لأن بيكون خفيف جدا. الأساسي واللي احنا مش بنستغنى عنه وما ينفعش ولا بنت تنزل من غيره وهو السان سكرين أو السان بلوك. السان سكرين او السان بلوك ليه بقول ان احنا ما ينفعش ننزل من غيره؟ ان انت لو استخدمتي كل الروتين اللي في الدنيا كلها وعملتي كل الخطوات صح مش بتستخدمي سان سكرين او سان بلوك، انت كده دمرتي بشرتك ولا كانك بتعملي اي حاجه. انت كانك بالظبط بترمي فلوسك في الارض. هتقولي لي ليه يا نيره؟ هقولك علشان انت لما بتنزلي من غير سان سكرين او سان بلوك الاتنين دول فعلا بيحسنوا من مظهر التجاعيد. الشمس مش بتعمل لك بقع، خصوصا لو بتتعرضي لشمس قويه، فالسان بلوك او السان سكرين لا غنى عنه تماما. وطبعا تستخدميه ازاي؟ في ان انت تستخدمي السان سكرين قبلها ب20 دقيقه علشان تقدري تنزلي الشمس ويكون قدر يشتغل معاكي السان سكرين. تعالي اقول لك غلطات كنا بنعملها زمان ويمكن في ناس كتير جدا بتعملها دلوقتي، وهي الوصفات اللي من المطبخ. الوصفات اللي من المطبخ دي انا بشوفها كارثه بالنسبه لي. كنا زمان بنستخدم الكركم، السكر والليمون. الكركم ده انا مره استخدمته زمان افتكر كده بجد بشكل لون بشرتي لونه اصفر. انا بجد طلعت ساعتها اللي في البيت اتخضوا،
بجد الوصفات اللي من المطبخ دي انا مش بشوفها مفيده خالص للبشره، بل بالعكس لو استخدمتيها بتقلب بنتيجه عكسيه، زي السكر والليمون. سكر والليمون ايه اللي احنا كنا بنستخدمه زمان؟ فبجد لو محتاجه تستخدمي سكرابات او فالافضل ان انت تجيبيها اللي هي بتكون جاهزه، تكون نوع كويس. ولو انت في بدايه رحله السكين كير، لو انت ما عندكيش اي مشاكل في بشرتك، فبلاش تجري ورا الترندات وان انت تستخدمي ريتانول وتستخدمي فيتامين سي. الحاجات دي بجد لو انت استخدمتيها وما عندكيش مشاكل في بشرتك، هي ممكن تقلب بنتيجة عكسية. فالافضل ان انت تستخدميها لو فعلا عندك مشكله في بشرتك. صدقيني البشره التعامل معاها سهل جدا، بس احنا اللي مصعبينها على نفسنا. وفي نهايه الفيديو ده احب اقولك ان احنا بنهتم ببشرتنا علشان نحسن من نفسيتنا. كل ما نشوف بشرتنا حلوه اكيد النفسيه بتاعتنا هتكون احلى. فلو كملتي لغايه هنا يا ريت تعملي لايك للفيديو ده واعملي لي سبسكرايب للقناه، واشوفك الفيديو الجاي.